ازيكم عاملين ايه؟ الناس بتقول التعليم هو طريق النجاح، بس الحقيقة النجاح محتاج نوع تاني من التعليم اسمه التعليم المالي. كتاب أب غني وأب فقير لروبرت بيحكي عن تجربته الشخصية. هو كان عنده 2 آباء، واحد غني والتاني فقير. الأب الفقير كان بيقوله دايما ذاكر كويس وادخل كلية محترمة واشتغل وظيفة ثابتة. كان شايف ان الامان في الوظيفة والفلوس اللي بتيجي من المرتب. اما الاب الغني كان دايما بيقوله اتعلم ازاي تدير فلوسك وازاي تخليها تشتغل ليك. كان شايف ان الشغل للناس عمره ما هيخليك غني. من اول الدروس اللي اتعلمها روبرت وهو صغير طلب من ابوه الفقير يشتري له لعبة جديدة، فرد عليه ما عنديش فلوس، فاخد الكلمة وسكت. لكن لما قالها لابوه الغني قاله ما تقولش ما عنديش فلوس، قول ازاي اقدر اشتريها، يعني بدل ما تقفل دماغك افتحها وفكر. الفرق في التفكير، الفقير بيهرب من التحديات والغني بيدور على حلول. واهم المفاهيم اللي في الكتاب اول حاجة الاصول والخصوم. والاصول يعني حاجات بتجيب لك دخل، اما الخصوم فهي حاجات بتسحب منك فلوس. مثال بسيط، لو اشتريت شقة بتأجرها ده أصل، لكن لو اشتريت عربية بالقسط ده خصم، لأنها بتكلفك بنزين وصيانة وأقساط. الأب الغني علمه اشتري أصول وسيب الخصوم اللي مش فاهم. رقم 2، ما تشتغلش عشان الفلوس، خلي الفلوس تشتغل ليك. الناس بتصحى كل يوم تشتغل علشان آخر الشهر تقبض المرتب، بس الأب الغني قاله ده سباق الفيران، تلف تلف وما توصلش لحاجة. ابدأ مشروعك، استثمر حتى لو صغير، المهم تبدأ. رقم 3، التعليم المالي أهم من الشهادات. المدارس بتعلمنا نحفظ وننجح، بس ما بتعلمناش ازاي نشتري بيت أو نعمل ميزانية أو نستثمر. الأب الغني قاله مفيش مانع تشتغل عند حد، بس اشتغل علشان تتعلم مش علشان الراتب. مثلا روبرت اشتغل في محل كان بياخد مرتب بسيط، بس اتعلم ازاي البيزنس بيشتغل، وده كان اهم من اي فلوس. ورقم 4، الخوف والطمع بيقودوا الناس بتخاف تخسر فبتفضل في نفس الشغل طول عمرها، وفي نفس الوقت بتطمع في الفلوس فبتقترض وبتغرق في الديون. الأب الغني علمه الفلوس مش هي الهدف إنك تفهمها وتتحكم فيها. رقم 5، ابدأ بدري ولو بخطوة بسيطة. الغنى مش بيجي في يوم وليلة، بس كل جنيه بتحطه في مكانه الصح هو حجر في طريق ثروتك. مثال من الكتاب، كان فيه طفل بيبيع حاجات قديمة قدام بيته وبيكسب منها مش عشان يكبر بيهم، لكن عشان يتعلم فكرة اشتري رخيص وبيع غالي. والخلاصة لو بتفكر طول الوقت أنا مش معايا أو أنا فقير هتفضل كده، لكن لو سألت نفسك إزاي أقدر أغير وضعي واشتغلت على تعليمك المالي وبدأت تخطو خطوات صغيرة، ساعتها مش بس هتكون غني، هتكون فاهم إزاي تبني حياتك من أول وجديد. وبس كده، لو الفيديو عجبكم أتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة وتتابعوني، ومع السلامة.